من المجنون؟ من هذا الذي عنده عقل ودين ممكن يحب الوهابية؟ أنا أبرأ إلى الله من الوهابية، وأعوذ بالله أن أكون وهابيا، ولا يمكن أن أكون وهابي وباطن الأرض أهون من ظاهرها من أن أكون يوم واحد ولو يوم واحد وهابي. الوهابية فسوق وضلال وكفر. أي والله، والله العظيم هذا الكلام صحيح. شكلكم ملخبطين. خليكم معي وركزوا على الأسماء، ركزوا على الأسماء بشكل مهم. سأذكر أسماء ضروري تركزوا عليها عشان تركبوا المعنى. الوهابية هذه الذي أقصدها أنا هي الوهابية الذي أسسها عبد الوهاب بن رستم. احفظوا هذا الاسم، عبد الوهاب بن رستم، ونسبت إليه الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب. هذا عبد الوهاب بن رستم يعني هذا الحركة الذي أسسها الوهابية كانت حركة خارجية ألغت الحج وأباحت الزنا وقتلت الشيعة والسنة. دين جديد، دين جديد، يعني عاث في الأرض فساد. هذه الحركة الوهابية التي هي الأصل، أصل التسمية الوهابية باسم عبد الوهاب بن رستم مؤسسها، نشأت قبل مولد محمد عبد الوهاب رائد حركة الإصلاح في المنطقة. محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه نشأت هذه الجماعة قبل مولده ب150 سنة. ومع هذا بتدليس من الشيعة، مسائخ الشيعة والدروز والنصيرية والصوفية حاولوا أن يلصقوا تلك التسمية الخبيثة التي كانت قبل محمد عبد الوهاب 150 سنة بمحمد عبد الوهاب وحركتها الإصلاحية، ويسموا أهل السنة أننا وهابيين. حتى لو جيت بالعقل هم يريدوا أن ينسبوها وكأنها دين جديد باسم الوهابية نسبة إلى محمد عبد الوهاب، الجهمية نسبة إلى الجهم بن مدري من، النصيرية نسبة إلى كذا، البهائية نسبة إلى بهاء كذا، سموها الوهابية. لكن محمد عبد الوهاب اسمه محمد، ولو كان المسألة تسمية وينسبوا الحركة إلى مؤسسها لكان اسم حركة محمد عبد الوهاب المحمدية، اسمه محمد، ما اسمهش عبد الوهاب. عبد الوهاب أبوه، وأبوه لم يكن له أي علاقة إطلاقا بحركة ابنه محمد عبد الوهاب. شوفوا الخبث عند مشايخ الشيعة والصوفية. ليش هذا الحقد كله على محمد عبد الوهاب؟ وليش هذا التدليس وتسميته بالوهابية والوهابي وواي؟ محمد عبد الوهاب جاء رحمة الله عليه والجزيرة والوطن العربي كامل انتهى فيه التوحيد تماما، ما عاد فيش إسلام، ما عاد إلا كهنوت وقبور وأولياء وعبادة أشجار وأحجار. يعني العقيدة السليمة انتهت، علاقة الناس بالله خلاص انتهت، ما بالله عن طريق الوساطات مشايخ الشيعة ولا مشايخ الصوفية. يعني التوحيد كان منتهي، التوحيد الذي على أساسه قامت الأرض والحياة وأرسل الرسل. جاء محمد عبد الوهاب وأعاد الناس، أخرج الناس من عبادة الحجر والشجر والأولياء والقبور إلى خالقهم مباشرة، وأعاد الناس إلى العقيدة الصافية وإلى الإسلام النقي والتوحيد الصافي. إذا سألت فاسأل الله. ربط الخلق بالله بخالقهم، ما عاد في الشجر ولا حجر ولا قبور ولا شيء. هذا الكلام أزعج هؤلاء مشايخ الشيعة والصوفية، فحقدوا عليه واتهموا بعدة اتهامات، منها الذي هو بيت القصيدة اليوم عندنا أن ألصقوا به تهمة الوهابية وليس له علاقة بها. وهذا ليس للشيخ محمد عبد الوهاب علاقة بتسمية الوهابي إطلاقا، ولا له أي علاقة، لأن هؤلاء المدلسين الذين استعبدوا الناس بأنهم ظاهرات دينية كانوا يكسبوا أيضا أموال. الذي يريد تحبل مرته يروح له عند الولي يسكب له أموال، وهم هاد يعني في عائد اقتصادي قطع. فحاربوا الشيخ بشتى الحروب، كثير اتهامات اتهموا بها في العقيدة وأنه كذا. لكن بيت القصيد هي الوهابية التي اليوم للأسف الشديد يأتي من أبناء السنة الذي في قلبه مرض على السعودية الوهابية، الوهابيين، وهو لا يدري أنه مصطلح شيعي مدلس، مصطلح حق الصفوية وأصحاب الصوفية والشيعة، وأنه تدليس وكذب على أهل السنة والجماعة نحن. ويجي لك واحد سني غبي يردد مثل الببغاء. عرفتوا الآن ما معنى وهابية؟ مع السلامة، دعواتكم.